اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. كده ده اول فطار في بيتي طبعا بعد البط واللحمه والحاجات اللي احنا كلناها بره في العزايم طبعا. فاول فطار ان انا هعمله، حبيت ان اعمل فراخ مشويه كده اهوت، والتجديد حلو كده اهوت معانا. هنعمل مع بعض الفراخ مشويه. التتبيله بتاعتها حلوه جدا جدا، هتعجبكم. معايا طماطميتين ومعايا بصلايه ومعايا فصين توم، قد معلقه توم كده اهوت، وشويه كزبره صغيرين خالص، يعني حوالي 3 معالق كده اهوت من الكزبره. معايا الفلفل الاسمر، حطيت عليها فلفل اسمر وحطيت بابريكا، ودي بهارات فراخ، وحطيت بهارات السبع بهارات اللي هي بهارات لحمه، وحطيت بهارات كفته، ومعلقتين من الصلصه ومعلقتين من الكاتشب. وطبعا بحط البهارات بتاعتك دي، مرق الدجاج، حطيت برضو شويه حبهان مطحون، حطيت شويه زعتر. الحاجات دي كلها انا حطيتها بتدي يعني طعم حلو للبهارات. اللي انا حطيته في البدايه اللي كان مع الصلصه اللي هو بودره الزعفران. بودره الزعفران بتدي له لون حلو كده، يعني ايه لون، حتى انتوا هتشوفوها كده في الفراخ بتدي لون حلو مع طعم الصلصه. طبعا التتبيله اللي بيكون فيها بصل ني وبصل مستوي بتدي طعم حلو جدا، زي ما بتدي طعم حلو كده للمحشي لما بتحطي الاتنين مع بعض، الني في ني والمستوي يعني والمتسبك. فدولت برضو بتدي طعم حلو مع الشوي يعني. جربت التتبيله دي قبل كده وعجبتني جدا، فحبيت ان انا اعرفها لكم واوريها لكم يعني. خلاص كده تبلتها وهسيبها ساعه كده، كل حاجه دخل فيها الصوص بتاعها. فهسيبها ساعه. بحط تحت الفراخ بطاطس بالشكل ده، صوابع كبيره وبتبقى تخينه شويه، واحطها كده في قارب او في حاجه كبيره عشان خاطر ايه تاخد راحتها في التسويه. حطيت بقى الملح والزيت بتاعها، طبعا هنحط برضو زيت على الفراخ عشان احنا ما حطيناش في التتبيله زيت. احطها بقى كده بس، باخد من التتبيله واحطها على البطاطس. نعمل بس البطاطس تاخد اللون كده اهوت، وهتستوي معاها خالص يعني. مش هنحط لها ميه ولا هنحط لها اي حاجه، هنستكفى بالميه اللي هتنزلها الفراخ بالظبط. ادي التتبيله بتاعتنا حلوه جدا، جربوها هتعجبكم جدا، بالذات بالصلصه وبالكاتشب، ولو في كمان عندك عسل وتحطيها عليها بتديها مزازه حلوه قوي. حطينا البهارات، هقول على البهارات تاني: فلفل اسمر وبابريكا وبهارات فراخ، وحطيت عليها السبع بهارات اللي هي السبع بهارات للحمه. حطها عليها عشان بيبقى فيها قرفه، بيبقى فيها مكونات كتير. وطبعا حطيت عليها رشه من الحبهان المطحون. وبحطهم بقى كده وسبتها ساعه، وبعد كده دخلتها الفرن للشوي. هنعمل بقى سمبوسه كده جنبها. معايا ربع كيلو من اللحمه، حطيت عليه بصلايه، هقلبه كده شويه، وبحط عليه البهارات بتاعته: فلفل اسمر وبابريكا وملح، وشويه بهارات كفته لو عندك، او شويه بهارات اي نوع بهارات ممكن تحطيه عليها. خلاص دي كده البابريكا بتاعتنا والملح كده حيقتها كده، ما فيهاش اي حاجه، خلاص خلصت بسرعه. وابدا ان هي ايه تبقى للحشو السمبوسه. عودين كده من الكزبره عليها، تدي طعم حلو كده مع المقلي من السمبوسه. هنقلبها بقى كده اهو شويه، ونبدا بقى نلف السمبوسه بتاعتنا. معايا هنا لفه من السمبوسه. اللفه عموما بتاخد الربع كيلو يعني، لفه السمبوسه بتاخد ربع كيلو من اللحم. نجهزها كده حوالين. بصي بعملها ازاي قرطاس كده اهوت، وبعد كده بقفلها على طول وانا واقفه كده اهو بالشكل ده. وشويه ميه كده اهوت في صبعك كده تبليها وتروحي حطها عليها، بتلزق على طول. مش شرط برضو ايه اللي موجود معاكي السهل والسريع معاكي بتعمليه. ممكن تعملي نشا مع ميه وبتلزقي بيها، وممكن بتعملي ميه هي في تلك الحالتين يعني هي بتلزق يعني، بالميه او بالنشا الاتنين بتلزق بيها. بس وبندخلها في الجراب كده في الاخر، بتلاقيها كده جراب في الاخر كده، بتروحي مدخله الطرف كده جواه عشان ما يفكش معاكي. هنعمل جنبه برضو ملوخيه. هنا عملت الملوخيه وغسلتها، وانا كده اهوت بعصرها كده في العصاره بتاعتها علشان خاطر ايه تنزل الميه اللي فيها كلها. وبعد كده بضربها في الخلاط. يعني الحاجات السريعه دي انا بعملها في الخلاط. يعني ما بقى عايزه اخلص بسرعه، فبعملها الملوخيه في الخلاط. عندي شويه شوربه طبعا، لان انتوا عارفين ان انا شويت الفراخ، فما فيش شوربه اعمل بيها الملوخيه، اكيد بتسالوا نفسكم. فانا عندي شويه شوربه كده في التلاجة طلعتهم،
وعملت بيهم الملوخية. ونعمل بقى الرز الاول عشان الملوخية والسمبوسة هيتقلوا على الاذان على طول، يعني ممكن والاذان بيأذن كمان بقليهم، بعمل ايه يعني السمبوسة تتقلي ويتعمل الملوخية جنبها. فانا بجهز الرز كده اهو، بحيث ان انا هولع عليه يكون هو استوى براحته. بس اخر حاجه ان انا بعملها الملوخيه، والحاجات اللي هي هتتقلي لو سمبوسه زي ما احنا هنعمل كده السمبوسه يبقى على الاخر على طول عشان تطلع الحاجه سخنه. كده كده بيشربوا كوبايه عصير، وعلى كده قبل ما بيصلوا كده اهوت بتبقى الدنيا ايه، خلصتي كل اللي معاكي وحتى فضيتي روقتي حوالين منك. طبعا اليوم ده احنا ما عملناش حلو خالص، احنا هنعمل حلو لوحده يعني. اهو هنقلي بقى السمبوسه كده اهو، بدأنا فيها كده خلاص، يعني ايه يعتبر ممكن تقريبا ان الاذان اذن او قبل ما يأذن، يعني الرصه التانية كان الاذان اذن اللي انا فاكراها يعني. كده خلاص السمبوسه بتاعتنا خلصت، هبدأ بقى في الملوخيه على طول كده جنبها. يا بنتي هنا بتقلي الشهد، بتقلي في السمبوسه وانا بعمل الملوخيه. اقلب بقى نجهز من هنا لهنا، بص نقلب الصور الفيديو من هنا لهنا. وكده الفطار بتاعنا خلص بالشكل ده. بقى فطرنا من حاجة خفيفة برضو سهلة كده اهوت، فراخ مشوية، جهزي جنبها اي حاجة انت تحبيها. انا بحب الملوخية بس عشان ما اكلتهاش يعني من في الكام مرة اللي انا روح اتعزمت فيهم ما كانش فيها ملوخية، فطبعا كنت مشتاقة لها يعني. فعملت ملوخية جنبها لان كمان عندي شوربة حلوة، شوربة ضاني، فطبعا بطلع الملوخية حلوة فعملت بيها الملوخية. والفراخ واللحمة بقى المتبقية دي هنعمل الطشه بتاعتها، ودي اخر حاجه كده خلصت. ونبدا بقى نشوف الفراخ بتاعتنا لما تطلع من الفرن هتبقى عامله ازاي. طشه بقى كده اهوت، معلقه سمنه بلدي كده صغيره، وبنحط عليها التومه والكزبره بتاعتنا. هي الكزبره متحمصه، ما كانش المفروض تتحط في البدايه كده، كان المفروض تتحط في الاخر. بس ايه مش مشكله يعني، ايه ما اثرتش في اي حاجه، هي ما اتحرقتش يعني. وادي الطشه بتاعتنا كده والملوخيه خلصت. بصوا بقى الفراخ بتاعتنا بعد ما طلعت، بصوا اللون بتاعها، دي بودره الزعفران هي اللي عملت اللون ده. ادي كده بقى الفيديو بتاعنا خلص. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش بقى بلايك، ولو مش مشتركين في القناة تشرفوني بالاشتراك، واشوفكم على خير. سلام عليكم.